حماتي دخلت البيت وشافت ابنها بيمسح الشقة، وأنا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون، ومن كتر صدمتها فينا قالت كلام قلب موازين حياتنا. أنا زينب، عمري 26 سنة. حكايتي بدأت لما كان عمري 23، وكنت متخرجة وبشتغل سكرتيرة في شركة كويسة. حياتي كانت ماشية تمام زي أي بنت. اللي كان يختلف شوية في حياتي هو إني كنت بحب عصام. عصام كان زميلي من أيام الجامعة. عصام كان حب حياتي، واللي بسببه اقتنعت بمقولة مراية الحب عمياء. وفي يوم أخدت موقف من عصام وقلت له: بقول لك إيه يا عصام، أظن كفاية قوي لحد كده، ولازم ناخد خطوة رسمي في علاقتنا. ما هو يا إما تيجي تتقدم لي وتجهز نفسك، يا إما كل واحد فينا يشوف حاله بعيد عن التاني. ما هو مش معقول طول الوقت ومفيش أي حاجة جديدة حصلت في العلاقة دي. رد عصام وقال لي بزهق: يوه يا زينب، كل شوية تتكلمي في نفس الموضوع، وكل مرة بقولك إني ما أقدرش أستغنى عنك، ونفسي نتجوز النهاردة قبل بكرة. لكن هعمل إيه؟ انت عارفة إني مش معايا حاجة، ولا شقة ولا فلوس ولا شبكة. يا ستي، ده أنا لو فكرت أجي أتقدملك مش هيبقى معايا حتى فلوس الجاتون اللي أدخل بيتكم بيه. قلت له: أنا قلت اللي عندي، هو أنت حر. ومشيت وسبته، وأنا المرة دي جايبة آخري واخدة موقف. وقعدت شهر وأنا بعيد عنه، وكان أطول فترة نبعد فيها عن بعض، وحتى التليفون ما كنتش برد عليه. لكن في يوم جالي عند الشغل وقال لي: معقول يا زينب؟ معقول أنا هنت عليكي؟ طب ده أنا حتى اتغيرت عشانك. ضحكت وقلت له: والله عايز تقنعني إنك اتغيرت في شهر؟ طب يا ريتني كنت خدت موقف من زمان، كان انصلح حالك من بدري. رد وقال لي: أنا نزلت شغل بقالي شهر، وخليت ماما تدخلني جمعية ب50,000 جنيه، وهقبضها خلاص كمان أسبوع. عشان تعرفي يا ستي أنا بحبك قد إيه. فرحت وقلت له: أنت بتتكلم بجد يا عصام؟ يعني هتيجي تتقدم لي؟ طب هتيجي إمتى؟ رد وقال لي: اليوم اللي هقبض فيه الجمعية أوعدك هاجي. حسيت إني فارقة معاه جدا، لكن فضلت على موقفي وقلت له إني مش هرد عليه غير لما الكلام ده يتنفذ، غير كده هنفضل بعيد عن بعض. وفعلا بعد أسبوع عصام قبض الجمعية وأخد ميعاد من بابا وجه يتقدم لي. لكن لما جه البيت بابا ما كانش مستلطفه وقال له: قول لي يا ابني، هو أنت معاك شقة؟ يعني قادر تفتح بيت ولا إيه نظامك؟ رد عصام وقال له: يا عم أنا لسه شغال في شركة بقالي شهر، وهجيب شقة إيجار جديد، ومعايا مبلغ كده على القد، هجيب دبلة ومحبس، وهجيب العفش حاجة في حاجة وهي الدنيا تمشي. بابا ضحك وقال له: حد قالك إن عايزة أرمي بنتي الأول عريس يجي يتقدم لها؟ ولا حد قالك إني مش قادر أكلها وأشربها عشان أوافق بيك؟ أنا آسف يا ابني، أنا مش موافق. بابا أخد موقف وكسف عصام. وقتها حسيت بظلم وقلت لبابا: ليه يا بابا تعمل كده؟ أنا بحب عصام وعايزة أعيش معاه. ثم إن إيه يعني لما نعيش أول حياتنا على قدنا ونبني حياتنا واحدة واحدة؟ ضحك بابا وقال لي: واحدة واحدة؟ اسمعي يا بنتي، أنا أب وخايف على بنته، واللي زي عصام شايف إن كل حاجة سهلة، ياخدك تقعدي في إيجار جديد ويجيب لك دبلة ومحبس وتجيبوا العفش حاجة. الجواز عمره ما كان كده. انت عشان تتجوزي لازم تتجوزي شخص ناضج، شخص يعرف يعني ايه مسؤولية، وانا ما شفتش منه اي حاجة تخليني اوافق بيه، وده اخر كلام عندي. دخلت اوضتي وفضلت افكر في كلام بابا، ووقتها ما اقتنعتش بيه، وزي اي واحدة بتحب قررت ان ادافع عن حبي قصاد بابا وماما، وقلت لهم اني مستعدة اتحمل نتيجة اختياري، وان دي حياتي انا وانا حرة في اختياراتي. بابا اتصدم من كلامي وفضل ما بيتكلمش معايا، لكن أنا فضلت مصرة على جوازي من عصام، وعملت إضراب عن الأكل وفضلت حابسة نفسي في أوضتي. وفي يوم لقيت بابا بيقول لي: اسمعي يا بنتي، أنا كنت عايزة أغليكي وأعملك قيمة، لكن انتي الحب عميكي. اوعي تفتكري إن الحب لوحده يقدر يخلينا نستحمل عيوب اللي قدامنا. بالعكس، ده ساعات من كتر ضغوط الحياة وعيوب اللي معانا بنكره بعض، وبننسى إن إحنا حبينا بعض في يوم من الأيام. وافتكري كلامي ده كويس،
بكرة لما تتجوزي هتعرفي إن كلامي كله صح. أنا موافق إنك تتجوزي عصام، أنت حرة، لكن أنا مش هدفع جنيه واحد في الجوازة دي، وآخري معاك إني هكون وكيلك في كتب الكتاب، وبعدها تنسي إن ليكي أب وأم من أساسه، وشيلي نتيجة اختيارك لوحدك. وللأسف وافقت على اللي بابا بيقوله، وقلت مش مهم، بكرة يتردوا لما يعرفوا إن إحنا مظلومين، وإن عصام بيحبني ومش كل حاجة الفلوس. وعدت الأيام وأنا جهزت نفسي على قد ما أقدر من مرتبي، وعملت سلفة من الشغل، ويا دوب فلوس الجمعية جبنا بيها أوضة النوم، وباقي الشقة كانت فاضية، ورضيت وقلت مش مهم. وأخيرا بقينا لبعض واتجوزنا وبقينا في بيت واحد. وبعد الجواز بأسبوع نزلت شغلي، ولما كنت بصحي عصام عشان ينزل الشغل كان يقولي انزلي انتي الأول وأنا هنزل وراكي. كنت بنزل واسيبه، لكن لما كنت برجع كنت بلاقيه قاعد، ولما أسأله انت جيت امتى كان يقولي أنا جيت قبلك بنص ساعة. ما كنتش بخونه، وكنت بصدق كل كلمة بيقولها، لحد ما في يوم وأنا في الشغل حسيت إني تعبانة ودايخة جدا، واستأذنت وروحت بدري. لكن لما روحت لقيت عصام نايم في أوضة النوم. صحيته وقلت له انت جيت امتى يا عصام؟ ده أنا آخر مرة كلمتك كانت قبل ما أجي بنص ساعة، وقلت لي اقفلي أنا ورايا شغل كتير، ومرضتش أقولك إني تعبانة وإني محتاجة إنك تيجي تروحني. عصام كان متفاجئ من وجودي، وحاول إنه يتهرب من أسئلتي، لكن ما قدرش يكمل في كدبته الكبيرة أكتر من كده. ولقيته بيقول لي بصراحة كده أنا سبت الشغل. اتصدمت وقلت له من إمتى؟ وإزاي ما تقوليش حاجة زي دي؟ اتوتر وقال لي مرضتش أقولك عشان ما تحصلش بينا مشاكل، لكن أوعدك إن هنزل أدور على شغل. سكت وما كانش عندي كلام أقوله، ووقتها صورة بابا وماما ما فرقوش خيالي. وبعد فترة بسيطة تعبت، ولما رحت كشفت للأسف عرفت إني حامل. ولما عصام عرف ما فرقش معاه كتير، وكل اللي قاله إنه هينزل يدور على شغل. وعدى كذا شهر وأنا اللي بدفع الإيجار وفلوس الجمعيات وبجيب طلبات البيت. أما عصام فكان بيدور على شغل زي ما كان بيقول لي. كنت بدفع تمن عدم سمعان كلام أهلي، وكان لازم أسكت وما روحش أقول لهم نص كلمة. وبقيت أروح الشغل وأنا بطني قدامي، وعصام هو اللي نايم في البيت. كان بيحب البيت ومالوش في الشغل، وده اللي عرفته بعد كده. وقبل الولادة أخدت أجازة بدون مرتب لأني ما كنتش قادرة أقف حتى على رجلي، واللي كانت واقفة معايا هي حماتي، وكانت هي اللي بتصرف على البيت، وهي اللي ولدتني في مستشفى عام. وحسيت إن فرحتي مكسورة، وبابا وماما جم البيت عشان يزوروني رغم زعلهم مني. ولقيت بابا بصلي وقال لي انتي كويسة؟ انتي مرتاحة يا بنتي؟ ضحكت وقلت له طبعا يا بابا، طبعا مرتاح. عصام ربنا يخليه مش حارمني من أي حاجة، حقيقي ونعم الزوج يا بابا. عشان خاطري بقى يا بابا انسى اللي فات، أنا عايزة مريم بنتي تتربى على إيدك أنت وماما، عشان خاطري سامحني. ورجعت علاقتي بأهلي كويسة بعد ما كدبت عليهم وفهمتهم إني عايشة أسعد أيام حياتي مع الراجل اللي خسرت كل الدنيا عشانه. وبعد فترة من الولادة حماتي روحت بيتها، وأنا فضلت قاعدة أفكر إزاي هنجيب فلوس الإيجار وفلوس الجمعية. وفي عز تفكيري وتعبي وسهري مع البيت كان عصام ولا في دماغه، كان قاعد بيتفرج على التلفزيون. قلت له هنتصرف إزاي في اللي جاي؟ البيت ما فيهوش فلوس، انزل اشتغل أبوس إيدك. بصلي بكل كسل وقال لي يعني هو أنا لقيت شغل وقلت لأ؟ أوعدك إني هنزل بكرة أدور على شغل. حاضر ما تقلقيش، بس هاتي فلوس أنزل أقعد مع أصحابي على القهوة عشان مخنوقة على الآخر. دمي اتحرق واديته الفلوس ينزل زي ما هو عايز. لكن لما رجع عرضت عليه وقلت له اسمع بقى يا عصام، بما إنك مش حابب الشغل وأنا اللي بصرف على البيت، تعال نبدل الأدوار. انت هتقعد في البيت تربي البنت وتخلي بالك منها وتعمل الأكل والشرب وكمان تنظف البيت، وانا هنزل اشتغل وادفع كل الالتزامات اللي علينا. عصام اتصدم من كلامي وقال لي انتي بتقولي ايه؟ انتي عايزاني ابقى ست بيت؟ قلت له مفيش اي حلول غير كده لحد ما ربنا يكرم وتنزل تشتغل. انا هسيبك تفكر من هنا لحد ما انزل الشغل الاسبوع الجاي، بس اعمل حسابك
لو انت ما شلتش عني البنت وشغل البيت انا مش هنزل اشتغل، وافتكر ان احنا لو ما دفعناش الايجار وفلوس الجمعية هتبقى كارثة، وانت الوحيد اللي هتتأذي وهتتفضح. وبعد اسبوع وافق عصام ان احنا نبدل الادوار، وسبت معاه البنت ونزلت اشتغل. ولما رجعت لقيته عامل الاكل ومنظف الشقة، ومن كتر التعب كان نايم جنب مريم. صحته وقلت له يلا يا عصام حضر الغدا انا جاية جعانة. ساعتها اتفزع من النوم وقال لي انا يا دوب لسه نايم دلوقتي، حرام عليكي، انا تعبان طول اليوم، حضري الاكل انتي. قلت له يعني ايه؟ هو انا اللي كنت بلعب؟ ما انا طول اليوم شقيانة برا البيت وطالع عيني، يلا قوم بلاش دلع. وقام عصام وحضر الاكل واكلنا، وقام غسل المواعين ودخلت نمت ساعتين بعد الاكل. ما كنتش راضية عن الوضع اللي انا فيه، لكن كان لازم اتصرف واصلح حياتي زي ما كنت السبب في فشلها من البداية. وعدى شهر على الحال ده ومفيش اي جديد، لحد ما في يوم حماتي جت وفتحت لها الباب ودخلت ولقت عصام بيمسح الشقة، وانا دخلت وقعدت قصاد التلفزيون. حماتي اتصدمت وقالت لي ايه اللي بيحصل؟ انا عايزة افهم. قلت لها زي ما انت شايفة، انا وعصام متفقين نبدل الادوار، هو هيبقى ست البيت وانا راجل البيت، ايه رأيك يا حماتي؟ عصام اتوتر وما بقاش عارف يتصرف ازاي، وقال لوالدته استني بس يا ماما انا هفهمك. ردت حماتي وقالت له لما زينب جات لي وقالت لي انك ما بتشتغلش قلت اجي اسالك، كنت بكدبها وكنت بصدقك، وقلت اكيد هي ظلماك، لكن لما اتصلت بيا وقالت لي تعالي شوف الوضع اللي احنا فيه، قررت ان اجي واشوف بنفسي، ويا ريتني ما جيت يا ابني. اخسى عليك يا عصام، يا ريتني ما كنت خلفت واحد زيك. ومشيت حماتي وعصام ما لحقهاش، ولما رجع قال لي ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه عشان تكسريني قصاد والدتي بالشكل ده؟ قلت له عشان انت كسرتني قصاد اهلي، كسرتني لما مشيت وراك ووهمتني انك اتغيرت، ضحكت عليا وخلتني اصرف انا على البيت وما لقيتش حد يقف قصادك، ولما شاهدت والدتك كانت بتكدبني، عشان كده كان لازم تيجي وتشوف بنفسها. ثم انك بتلومني ليه؟ انت كنت عايزني اعمل ايه؟ اشتغل واصرف على البيت واخلي بالي من البنت وانضف واعمل الاكل، وانت في حياتي نايم مش اكتر؟ ده انا قلت اكيد لما اقولك نبدل الادوار كرامتك مش هتسمح لك بكده، وهتقولي لا انا اللي هشتغل، لكن انت وافقت ورحبت بالفكرة. وللأسف كل اللي كان فارق معاك هو شكلك قصاد والدتك، مش شكلك قصاد نفسك. فوق يا عصام، فوق وخليك راجل، وحسسني اني مش لوحدي، حسسني انك في حياتي انا وبنتك، ومن هنا لآخر الشهر انا مش هشتغل وانت اللي هتنزل تدور على شغلي. ولو مش هتتغير يا عصام انا مضطرة اتطلق، وزي ما بصرف دلوقتي على بنتي ربنا هيقويني وهصرف عليها في عدم وجودك، هو ده الحل اللي بقيلي. عصام ما كانش بيتكلم معايا، ونزل يدور على شغل ومرجعش البيت غير بعد يومين. رجع لما لقى شغل باليومية في محل، وقال لي انه احسن من مفيش، وخلاني اسيب الشغل واتفرغ للبيت وللبنت. وعدت الايام وعصام لقى وظيفة في شركة وتعين فيها، وبدأ يتغير من نفسه شوية بشوية، وكل واحد اخد دوره الطبيعي. انا قعدت في البيت وعصام بيشتغل، وفي يوم اجازته كان بيساعدني في شغل البيت، وحياتنا اتغيرت للأحسن. بقيت اصلي واحمد ربنا انه اتغير عشاني وعشان بنته. وفي يوم عصام قال لي انا بشكرك انك فوقتيني، انا ما كنتش بحب الشغل ولا الصحيان بدري، وما كنتش اتخيل في يوم اني ابقى انسان ملتزم عشانك انت ومريم. انا اسف اني جيت عليكي وخليتك تشيلي شيلة مش بتاعتك، بس اوعدك يا حبيبتي، اوعدك اني هعوضك. وهي دي حكايتي انا وعصام. بتمنى مفيش بنت تقع وقعتي، وافتكروا ان اهالينا كلامهم دايما بيكون صح، وفي زي عصام كتير قوي. يمكن انا حظي كويس عشان عصام اتغير، لكن في غيره ما بيتغيروش. عشان كده حكمي عقلك دايما قبل قلبك، واختاري اللي ينفع يكون اب لولادك وزوج مسؤول، زوج تقدري تتسندي عليه وما تخافيش من بكره.